سواء كان من الأقارب، الأصدقاء، الزملاء، الشخص اللي يحاول يقلل من قيمتك واحترامك ومكانتك قدام الآخرين، لكن بينك وبينه في الغالب يصير طيب وحبيب ومؤدب. لكن يشوف في ناس حولك وحواليك سواء كانوا من أقاربك أو أصدقائك أو أي ناس، أي جماعة، يحاول يقلل من قيمتك، يكسر مجاديفك، يهزئك، يطقطق عليك، يعني يستقصد انه ينزل من قيمتك. ترى هذا في الغالب وبنسبة كبيرة ما يسويها مصادفة أو صدفة أو شيء عابر أو عشوائي، لا، في الغالب يكون مدفوع بمشاعر خفية داخلية مثل الغيرة، الحقد، الحسد، أو خوفه الداخلي من أنك تصير أحسن منه، تتفوق عليه. هذا السلوك مثل ما قريت يعكس هشاشة داخلية ما يقدر على إخفائها. تلقاه يحاول يخفيها، لكنه ما قدر شيء يخليه حسي، يطلع اللي في قلبه عن طريق الطقطقة عليك وعن طريق تقليل احترامك قدام الآخرين. فهو يحاول يرفع نفسه عبر أو خلال خفض قيمتك. أنا أقول يا جماعة، ترى اللي يحترم ذاته ما يحتاج أنه يهين أحد أبدا.